تعلو على الرياضة وتعلو على كرة القدم بكل أمانة. هذه كرة رجوية، بولديني الأسمر الذي يعلو فوق الجميع، الذي يصعد كل القمم ويرتقي بالراس مسجلا الهدف الاول في هذه المباراه. محمد البولديني السندي كره وهدف لصفر لمصلحه الرجاء. ان الاعاده ارتقاء كان ممتاز جدا، ما كاينش خطا تماما. مشات كره رجويه، ولكن داعم ان الكره مشات جبيره مشات كرته جبيره. عالمي باللقب وبالتسميه وبالكنيه وبهذا الجمهور الرائع. عند الجرير جبيره لعب كره اصطدمت بالعارضه، وهو حمزه ياجور يتحين وصافه الراس يسجل الهدف الثاني والنتيجه 2-0 2-0 للرجاء. دقيقه 89 ممكن الامور شبه محسومه. الرجاء يصل للنقطه السادسه ولم يعد الا على نقطه واحده في مباراته الثالثه والاخيره ما بين المنغازي. لعب جبيره بالدقه في دقه الساعه السويسريه، وهنا ياجور بحس الهداف. وفي الختام هدف بصنع رجوي، هدف باقدام رجويه يمنح التفوق ويمنح الامتياز وعلامه الامتياز لرجاء.